للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية. انتوا عندكم في الجزائر ناس من العلماء بعيدة عن فكر الإخوان وضلالاتهم. يعني احنا تابعنا الشيخ الدكتور محمد علي فركوس. الدكتور محمد علي فركوس راجل على منهج السلف الصالح، على نفس المنطق اللي احنا بنتكلم بيه ده. اللي زي ده يصلح أمة، هو ده اللي يقرب ويرفع عشان يتصدى للإخوان وكل الأفكار المنحرفة. ودي في مصلحة الشعب الجزائري ومصلحة الحكومة الجزائرية ومصلحة الناس هناك. الحكومة أنصحها نصيحة لله، اللي زي ده هو اللي يتحط في موطن الدعوة. أولا هيحافظ على البلد، الحاجة الثانية هيدلهم على الاتجاه الصحيح اللي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما مثلا لو إن هم فاهمين إن هذا الاتجاه هيخلي البلد في مشكلة أو هيحد من الفرنجة والعلمانية اللي هم بيسعوا إليها، يبقى دي مسؤولية الرئيس نفسه بقى، هو يتحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى. عايزين تعيشوا على حياة الغرب عيشوا، بس اعلموا أن الله تبارك وتعالى أعطاكم منحة وتكريما وكرامة هي كرامة الإسلام، وأنتم ضيعتموها أو قصرتم في أدائها. أنا بقول لكم ناصح، أنا ما أعرفش الدكتور محمد فركوس، بل كنت بفكره حزبي، لكن أنا لما سمعت الرجل وتابعته حتى زعنا له النهاردة جزء في منهج السلف وإزاي نفهم الأمور بشكل جيد رائع. اللي زي الدكتور محمد علي فركوس هو ده اللي يتكون منه التشكيلة الدينية في المجتمع الجزائري. هتحافظ بقى على البلد وتخلي اتجاه البلد اتجاه يرضي الله، يحافظ لك على البلد ضد أي منحرف. لأن مشكلتنا مش مع الإسلام، مشكلتنا مع هدم الإسلام عن طريق التجارة به وعن طريق فكر الخوارج التكفيريين. الخوارج الإخوان هم اللي ضيعوا الأمة الإسلامية كلها بسبب فكرهم التعبان. فمين اللي يقدر يصطادهم ويعرف خباياهم ويعرف ابتداعاتهم؟ والله لو قلت لي جيش كامل يتصدى للإخوان، هيتصدى لهم بالقوة وهيحطهم في السجون، لكن مش هيغير في فكرهم ولا هيقدر يناظرهم ولا هيقدر يبين عجزهم. ما ده احنا عندنا اهو الأزهر نفسه عاجز، أنا بقولها لكم بصراحة، الأزهر نفسه عاجز على إن يقنع الناس بفكر الإخوان التعبان، بل خايفين يقولوا الإخوان جماعة خارجية وجماعة تكفيرية. شيخ الأزهر ما قالهاش لغاية النهارده في مؤتمراته اللي بيعملها وبياناته والأشياء دي كلها. اللي يقدر يقف لدول